كل أم تقريبا عدت بالموقف ده، ترضعي البيبي وبعدها بلحظات يرجع كل اللي رضعه. ده بقى طبيعي ولا خطر؟ وإمتى لازم نقلق؟ ده اللي هقولك عليه في الفيديو ده. قبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان كل أم تستفيد من المعلومة. ليه البيبي بيرجع؟ أول حاجة لأن معدته لسه صغيرة وما نضجتش. معدة البيبي صغيرة في حجمها ولسه بتتأقلم على الرضاعة والهضم. تاني حاجة بلع الهواء أثناء الرضاعة. لو البيبي بيرضع بسرعة أو بطريقة غلط ممكن يبلع هواء ويسبب ارتجاع. زيادة كمية الحليب، أحيانا الأم بتدي للطفل حليب أكتر من اللي محتاجه فبالتالي بيرجع الزيادة. الحركة والرجرجة الكتير بعد الرضاعة، لو البيبي اتحرك كتير أو نام على بطن بعد الرضاعة ممكن يرجع. طب إمتى بقى يكون الترجيع خطر؟ لو الترجيع مستمر وكميات كبيرة بعد كل رضعة، أو لو الترجيع فيه لون دم أو لون أخضر، أو لو البيبي بيرجع ومش بيزيد في الوزن، أو لو فيه كحة أو صعوبة في التنفس. في الحالات دي لازم تروحي للطبيب فورا. طب إزاي إن إحنا نقلل الترجيع؟ هنرضع البيبي بزاوية 45 درجة ومش وهو نايم. خلي البيبي يتكرع كل شوية أثناء وبعد الرضاعة. ما تكبسيش بطنه بعد الأكل بالهدوم الضيقة والأساتك الضيقة أو بالحفاضة ما تبقاش ضيقة وقافلة عليه جامد. وأخيرا كرعيه كويس. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشاركيه مع أي أم محتاجة تعرف المعلومة دي. ولو عندك أي سؤال سيبيهولي في الكومنتات وأنا هجاوب عليه.